ليفربول يفاوض أمرابط قبل العرض الرسمي. ذكرت تقارير إعلامية متفرقة أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يفاوض الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن ليفربول فتح باب التفاوض مع أمرابط من أجل إقناعه بالتوقيع للفريق في المرحلة المقبلة قبل تقديم عرض رسمي لنادي فيورنتينا. بدوره أكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات أن الريدز تواصل مع اللاعب المغربي من أجل تعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي وتعويض رحيل لاعبه البرازيلي فابينيو المنتقل إلى الاتحاد السعودي. أوضح رومانو أن ليفربول بات في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يهتم بانتداب أمرابط أيضا، لكنه شدد على أن الأخير لم يقدم رسميا عرضه للفيولا للتعاقد مع اللاعب المغربي. من المقرر أن يرصد مانشستر يونايتد مبلغ 25 مليون يورو من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب المغربي إلى الدوري الإنجليزي. ليفربول يفاوض أمرابط قبل العرض الرسمي. ذكرت تقارير إعلامية متفرقة أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يفاوض الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن ليفربول فتح باب التفاوض مع أمرابط من أجل إقناعه بالتوقيع للفريق في المرحلة المقبلة قبل تقديم عرض رسمي لنادي فيورنتينا. بدوره أكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات أن الريدز تواصل مع اللاعب المغربي من أجل تعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي وتعويض رحيل لاعبه البرازيلي فابينيو المنتقل إلى الاتحاد السعودي. أوضح رومانو أن ليفربول بات في منافسة قوية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يهتم بانتداب أمرابط أيضا، لكنه شدد على أن الأخير لم يقدم رسميا عرضه للفيولا للتعاقد مع اللاعب المغربي. من المقرر أن يرصد مانشستر يونايتد مبلغ 25 مليون يورو من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب المغربي إلى الدوري الإنجليزي.